تحياتي للجميع. معكم محمد يسر، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب جميعا. إفلاس السياسة القطرية في المنطقة. السياسة القطرية التي لم تمتلك مشروع للمنطقة غير هدم المنطقة وتقسيمه وجعله ولايات إمارات صغيرة مثل الإمارة القطرية للأسف الشديد. وقناة الجزيرة من قناة إعلامية انتهت إلى قناة أخوانية بكل معنى الكلمة، ولا يتابعها إلا الأخوان ومن يحمل فكر الإخوان، وكلياتنا شايفين للأسف دفعوا الأموال الطائلة والمليارات للاستثمار بمشروع هدم المنطقة، ونجحوا في هدم المنطقة، ولكن لم ينجحوا بإيصال حلفائهم الإخوان المسلمين الإرهابيين إلى السلطة في المنطقة بدعم أمريكي. من باب المعلومات العامة، كان في مشروع أمريكي قطري إخواني، وممكن الناس ترجع للاتصالات تبع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين مع أمريكا قبل 2011 وخلال فترة 2011 2012 2013 كان هذا المشروع. قيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أعلنوا بكل صراحة: يا أما نحكمكم أو نقتلكم. بكل صراحة عندما وصلوا للحكم في مصر، عندما وصلوا للحكم في السودان، كانوا يحكمون السودان أنتم بتعرفوا، عندما وصلوا للحكم بتونس، عندما كانت الثورة السورية شغالة وفكروا حالهم أنه سيصلوا إلى الحكم في سوريا، وهددوا الناس حتى بتعليق المشانق بساحات حلب ودمشق لكل من يعارضهم. يجب أن نعلم هذا الكلام كل الناس. أعلنوا كبار قياداتهم مثل ما قلنا أنه سنحكمكم 500 سنة، وكثير من قياداتهم أعلم أنه يا أما نحكمكم يا أما نقتلكم. اليوم المشروع هذا الذي سقط، مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة كلها، اللي جابه الشعب بالمنطقة كلها، رفض مشروع الإخوان المسلمين ودولة الإخوان المسلمين التي هي عبارة عن دولة ولي الفقيه الإيرانية، نفس النظام، نفس الأساس، نفس الترتيب، نفس المرجعية، نفسها بالضبط. اللي بده يشوف دولة الإخوان يشوف إيران، هي نفس دولة الإخوان. العالم اليوم المهم، العالم يعيد اكتشاف تنظيم الإخوان المسلمين. من وقت اجت دولة الإرهابية في الموصل والرقة وتأييد جماعات الإخوان المسلمين لهدول الإرهابيين، ومن قبلهم ما حتى في مصر بعد ما استلموا الحكم في مصر، وظهرت تصريحاتهم العلنية والإرهابيين وكلامهم، وشفنا كل الإرهابيين العالميين. العالم كله أعاد اكتشاف تنظيم الإخوان المسلمين بأنه تنظيم إرهابي. كانوا عم يصوروا نفسهم أنه هن تنظيم ذوي توجهات إسلامية وليسوا إرهابيين. اليوم وخاصة أخيرا ما حصل في غزة، يكتشف العالم كله، الغرب وعلى رأسهم أمريكا، بأنه تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، وذلك العالم كله صار يتخلى عنهم. والاتجاه الآن بكل العالم لتجريم تنظيم الإخوان وجعله تنظيم إرهابي من خلال تجريم أفرعه، إن كان مثلا حماس اليوم تعد إرهابية في كثير من دول العالم، وتنظيمات أخرى تابعة له لتنظيم الإخوان هنا أو هناك أو هنا بأي مكان بالعالم. وذلك العالم كله أعاد اكتشاف تنظيم الإخوان وعرف أنه هذا التنظيم هو عبارة عن غطاء لكل الإرهابيين في العالم. اليوم الكلام هذا ليش عم بحكي؟ كلام مهم. نحن قلنا سيسقط مشروع الإخوان عندما كانوا الإخوان بأوج قوتهم، وهذا الكلام موجه للناس اللي بيعرفونا. نحن قلنا لكم ولم تصدقوننا، وهددتم الناس بالمشانق وهددتم الناس بالإعدامات العلنية. نفسكم نفس الأنظمة الدكتاتورية، أنتم بلحية والأنظمة الدكتاتورية الثانية بدون لحية. لا تفرقون عن نظام بشار ونظام صدام ونظام حافظ، نفس النظام، واحد بلحية واحد بغير لحية. ولكن هذه الأنظمة لن تحكم ولن تستمر بالحكم. لا الأنظمة الدكتاتورية اليوم تاخذ وقت، لأن الدكتاتورية متجذرة. ليش؟ لأن عندنا مخطط الأصل التخلص من الفكر الإرهابي، الفكر الإخواني.
عندما نتخلص من الفكر الإرهابي والإخواني الذي سيكون البديل وطرح نفسه البديل عن الأنظمة الدكتاتورية، هذاك الوقت ممكن الشعب يعود يتحرك للاتجاه نحو دولة ديمقراطية ودولة مدنية ودولة حقوق الإنسان. اليوم العالم كله يعيد تنظيم نفسه ويعيد اكتشاف الحركات التي خدع بها، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين الذي خدعوا من خلال الأتراك بزمانهم. أردوغان أول ما طلع على السلطة وشراكته مع أمريكا وشراكته مع إسرائيل وسوق نفسه أنه هو متحضر وهو يعني رجل ديمقراطي، اكتشفوا بعدين أنه رجل إرهابي ودعم الإرهابيين في سوريا وبكل مكان بالعالم وفي ليبيا، ومن خلال قطر الذي كان لها دور وسيط كبير بين الإخوان المسلمين كمان والأمريكان، وعلى أساس أنه هدول يعني ذوي اتجاه إسلامي ولكن هن ديمقراطيين. اكتشف العالم كله خلال هذه الأحداث من 2011 حتى الآن أن الإخوان المسلمين عبارة عن عباءة يغطي جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، وآخرها ما يحصل اليوم في غزة. أما عن إعلان الإخوان المسلمين، أعلنوها بكل صراحة: يا أما نحكمكم يا أما نقتلكم. اليوم الإخوان المسلمين نفسهم، هدول جماعة حماس، جماعة الولي الفقيه، جماعة الإخوان المسلمين في غزة، عم يعلنوا هذا الكلام لأهل غزة: يا أما نحكمكم يا أما نقتلكم. المعركة في غزة على حكم غزة، يا أما سيحكمون غزة أو سيقتلون الشعب في غزة. ما عندهم يعني، هذه هي سياسة الإخوان المسلمين وأفكار الإخوان المسلمين للأسف الشديد. نرجو من الجميع هذا الفكر لن يحكمنا، وهذه الجماعة لن تحكمنا، وشعوب المنطقة لن ترضى عنا. وشفتوا كل شعوب المنطقة خلعتهم، من تونس إلى المغرب إلى السودان إلى مصر إلى سوريا، بكل مكان، بالأردن، بكل مكان. نرجو من الجميع أنه ينتبهوا لهذا الفكر الإرهابي. الفكر الإرهابي الإخواني اليوم ذاهب إلى محاربته وإلى تصنيفه كمنظمة إرهابية عالمية ودولية، لأن العالم كله اكتشف. أنتم فاكرين العالم ما شايفين أدوات الإخوان على وسائل التواصل بجميع أشكالها وألوانها؟ أدوات الإخوان نفسهم بيعرفوها، هذول من تسبيل الإخوان، بيعرفوها صبيان الإخوان، وبيعرفوها الربيانين بالغرف المظلمة تبع الإخوان المسلمين، وشايفين أفكارهم الإرهابية والمتطرفة ودعمهم للمتطرفين والإرهابيين بكل دول العالم. نرجو من الناس أنه تنتبه، ونرجو من الناس تنتبه أولادها. ما تعطي ابنك لمتطرف إرهابي ربي لك إياه. تحياتي للجميع. هذا بس حبينا نذكر الناس بشعارات الإخوان التي أطلقوها: سنحكمكم 500 سنة، وهذه دولنا وهذه شعوبنا. وخطاب ثاني كان: يا أما نحكمكم يا أما نقتلكم. فكروا حالهم سيطروا، واليوم يخلعون من المنطقة بأكمله، وسيتم تجريمهم بكل دول العالم. تحياتي، كان معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي.